موت الفجأة. نعم عباد الله، إنه موت الفجأة، وقد كثر في زماننا هذا. بينما العبد بين أبنائه إذ قيل مات، بينما العبد على مكتبه إذ قيل مات، بينما العبد في سيارته إذ قيل مات، بينما العبد في نومه إذ قيل مات، بينما العبد يسير في الطرقات إذ قيل مات، بينما العبد بين أقرانه إذ قيل مات، بينما العبد بين أحبابه إذ قيل مات، بينما العبد عباد الله غافلا عن رب الأرض والسماوات مضيعا للأوقات إذ قيل مات. فموت الفجأة معاشر المسلمين أخذة أسف، أخذة أسف، أخذة أسف على من لم يستعد للقاء الله جل وعلا، وهو راحة لذلك العبد المؤمن الذي قد وطن نفسه على الخوف من الله جل وعلا وعلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فلا تأمن يا عبد الله أن تأخذك المنيات وأن تنشب بك أظفارها في ليل أو نهار، في ليل أو نهار، فإن أجل الله إذا جاء فإنه لا يؤخر. أيها السادة المؤمنون، ولما علم سلف الأمة هذه الحقيقة استعدوا للقاء الله جل وعلا في زمانهم كله. يقول أنس بن عياض: والله لو قيل لصفوان بن سليم غدا القيامة ما كان عنده مزيد عمل. وذاك عباد الله أن صفوان بن سليم كان قد استعد للقاء الله جل وعلا، فرد الحقوق إلى أصحابها، ولم يأكل أموال الناس، ولم يفر في أعراضهم، لم يؤذي جارا، لم يقطع رحما، لم يتخلف عن صلاة، لم يهجر كتاب الله جل وعلا، وقد كان زمانه كله خائفا مستعدا للقاء الله جل وعلا. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: والله لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما كان عنده مزيد عمل، وذاك أنه كان قد وطن نفسه على تقوى الله جل وعلا وعلى الخوف من الجبار سبحانه. يقول